نواصل من داخل جامعة المنوفية تغطية لهذه الفعالية. نرتقي بنتعرف بيك. اهلا بحضرتك، اسمي اسراء محمد شرف، كليه الاعلام. انا سعيده جدا بوجودي في الدوره دي، وحابه اشكر كل فريق التنظيم وفريق العمل اللي شارك في اقامه هذه الدورات على رسوم دكتور محمد شاهين واستاذ طارق ومدام رشا وباقي فريق العمل. مش اول مره احضر الدوره دي، حضرت البرنامج الاول استفدت جدا. استفدت ايه بقى؟ تعرفت على شخصيتي. كانت بالنسبه لي جلسات استشفاء نفسي. بستطيع ان انا بسيطر على صفات كتير ممكن مش كويسه فيها انا مش شايفاها. ساعدونا بده كتير الحقيقه، وانا بشكر الجامعه ان هي بتهتم بالجانب النفسي للطلاب زي الجانب اهتمامهم بالجانب التعليمي. ساعدوني ان انا احقق اولوياتي وارسم اهدافي وامشي عليها ان انا اوصل لها. شايفاها ان هي بتبني مهارات الاعلامي، لان الاعلامي لازم دي مهارات زي مهارات التواصل اللي احنا خدناها دلوقتي في الدوره. ودي طبعا مهمه، مهارات العرض، الالقاء، طبعا كل دي حاجات مهمه لازم نهتم بيها. فانا استفدت من كل ده. تمام. طيب نكمل. خش. انا اسمي محمد عبد الحافظ، طالب فرقه ثانيه كليه علوم جامعه المنوفيه. هذه الدوره دي احنا بنستفاد منها حاجات كتيره جدا جدا. بنستفاد ان احنا نتعلم ازاي صفات القياده، ان احنا نكتسب برضه شخصيتنا، ازاي ندير وقتنا بشكل كويس جدا. ايضا بنستفاد حاجات كتير جدا زي مثلا اللي احنا اداره الوقت، وايضا التواصل الفعال والمشاركه والتعاون طبعا الجماعي. ايضا انا عندي رساله ايضا ان احنا يا ريت اداره الجامعات او القيادات اللي هم يهتموا بالموضوع ده ويطبقوه بشكل رسمي داخل الجامعات. يعني انا ده هدف من اهدافي ان تنميه الموارد البشريه تطبق بشكل رسمي داخل الجامعات، لان هيكون في خطه كبيره او في تطوير التعليم، في تطوير الطلاب، في تطوير الدراسات. اسمي فاطمة كامل محمد حمادة، كلية اقتصاد منزلي قسم تغذية. مبسوطة جدا بالدورة ديت وبالإنجازات اللي حصلت فيها. اتعلمت حاجات كتيرة قوي، كنت أول مرة إن أنا أتواصل مع حد من ذوي الهمم وكده. ما شاء الله عليهم. مش عشان هم مثلا مش بيقدروا إن هم يتكلموا وكده، لا هم شاطرين في حاجات تانية كتير. يعني اتعلمت إن أنا التعاون ما بيننا كان كويس جدا. جميل، برافو عليك. حضرت وما كنتش عارفه اتكلم قوي مع اصحابي وكده، اتعلمت منهم حاجات كتير. انا اميره احمد شب، اقتصاد منزلي قسم تغذيه. انا اول مره احضر الدوره ديت. حبيتها قوي لان انا اول مره اشارك مثلا مع فئات تانية زي مثلا ذوي الهمم. ما حسيتش بفرق خالص، يعني حبيت الموضوع، كانت اول تجربه ليا. مشاهدينا الاعزاء، كنا معكم من داخل جامعه المنوفيه، الاداره العامه لرعايه الشباب والرياضه بالجامعه. لنرتقي فعاليه هامه جدا لابنائنا من ذوي الهمم بكليات جامعه المنوفيه. كل شكر وتقدير، نلتقي في مناسبات اخرى قادمه.